ايه العلاقة ما بين البيتزا ورصف الطرق؟ تخيل تستلم بيتزا من الدليفري، تفتح العلبة فتلاقي الجبنة في ناحية والحشو والإضافات في ناحية تانية خالص. في اللحظة دي أكيد هتلوم المطعم أو الدليفري، لكن دومينوز بيتزا اكتشفت إن أكبر عدو للبيتزا مش المنافسين، وإن أكبر عدو ليهم كان الحفر اللي في نص الطريق. أنا الدكتور ريهام نوير، وجاي أثبت لكم إن التسويق مش بيع وبس، ده علم نفس ولعبة ذكاء. سنة 2018 دومينوز بيتزا بدأت تستقبل شكاوي كتير من العملاء إن البيتزا بتوصل متبهدلة والشكل النهائي ملوش أي علاقة بالإعلان. ومع مراجعة المشكلة اكتشفوا إن السبب مش جودة الأكل ولا سرعة التوصيل، السبب كان الحفر والمطبات اللي مالية شوارع المدن الأمريكية. أي شركة تانية كانت هتقول وإحنا مالنا، دي مسؤولية الحكومة، لكن دومينوز بيتزا قررت تعمل حاجة محدش كان يتوقعها، ونزلت تصلح الطرق بنفسها، وأطلقت حملة اسمها بيفنج فور بيتزا أو رصف الطرق من أجل البيتزا. وعملوا كمان ويب سايت باسم الكامبين علشان يخلوا الناس تساعدهم في إنهم يعرفوا أماكن الحفر فين. والأجمد بقى كمان إنهم عملوا حاجة اسمها مؤشر تأثير الحفر اللي حددوا مكانها على الموقع علشان يوروا الناس إزاي فعلا الحفر دي بتأثر على جودة البيتزا اللي بتوصل لهم. وبدأت دومينوز تمول إصلاح الحفر في عدد كبير من المدن الأمريكية، والأحلى من كده إنهم كانوا بيحطوا شعار دومينوز جنب الأماكن اللي اتصلحت، يعني كل حفرة اتحولت لإعلان لدومينوز بيتزا، وكل شارع اتصلح بقى يحكي عن البراند. والعبقرية هنا إن دومينوز بيتزا ما استخدمتش استراتيجية واحدة، استخدمت استراتيجيتين في نفس الوقت. أول استراتيجية اسمها بروبلم سولفينج ماركتنج أو التسويق بحل المشكلة، وبدل ما يقعدوا يقولوا بيتزتنا أحسن وأطعم بيتزا، راحوا عالجوا السبب الحقيقي اللي بيبوظ تجربة العميل من الأساس. أما الاستراتيجية الثانية فهي السوشيال ماركتنج أو التسويق المجتمعي، وده نوع من التسويق الشركات بتشارك فيه في حل مشكلة حقيقية في المجتمع، مش بهدف البيع المباشر وبس، لأن ده بيخلي العميل وهو بيشتري المنتج يحس إنه بيدعم براند عنده دور إيجابي في المجتمع، والنتيجة صورة ذهنية إيجابية وأقوى للبراند. وعشان كده دومينوز ما كانتش بترصف شوارع، دومينوز كانت بتبني ثقة، وكانت بتقول للعميل لو في مشكلة بتضايقك احنا هنحاول نحلها حتى لو هي مش مسؤوليتنا. والسؤال هنا، هل دومينوز بيتزا كانت فعلا بتساعد الناس ولا كانت بتعمل أذكى إعلان متخفي في تاريخ التسويق؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات واستنوني في الحكاية التسويقية الجاية، لأن اللي جاي أجمد بكتير.